دخلت لداري لقيت أعز صاحب كان عندي مع مراتي، ولكن اللي وقع من بعد كان أخطر. واحد النهار دخلت بكري للدار وما كنتش عارف باللي داك النهار غادي يبدل حياتي كامل. سمعت الضحك لداخل، ضحك مراتي، ومعها كنسمع الصوت ديال أعز صاحب كان عندي. ديك اللحظة ما شكيتش، ولكن فاش فتحت الباب شفت واحد المنظر خلاني نتجمد في بلاصتي. داك الصاحب اللي كنت كنعتبره كتر من خويا، وديك الإنسانة اللي ثقت فيها في ثانية وحدة تبدل كل شيء. من داك النهار قررت ما نبقاش الضحية، وقسمت باللي غادي نرجع حقي بشي طريقة حتى واحد ما يتوقعها. أنا سميتي حمزة، وعندي واحد القصة ما عمرني تخيلت نعيشها في حياتي. قصة فيها خيانة، ولكن ماشي غير خيانة ديال المرأة، خيانة ديال أعز صاحب عندي. كان بحال خويا. أنا وصاحبي يونس ماشي غير صحاب، حنا تربينا مع بعضياتنا من صغرنا، نفس الحومة، نفس المدرسة، حتى المشاكل كنا كندوزوها بجوج. الناس كاملين في الحومة كانوا كيقولوا هاد الجوج ما غاديش يتفارقوا حتى يموتوا، وكنت كنآمن بهاد الهضرة. حتى جا النهار اللي تبدل فيه كل شيء. تزوجت، مراتي كان سميتها هاجر، بنت معقولة كالم، ماشي ديال المشاكل. كنت كنثيق فيها ثقة عمياء، وكنت كنجيب يونس للدار عادي، كي ياكل معانا، كيدخل يخرج بحال الا الدار ديالو. لدرجة شي مرات كنت كنخليهم بوحدهم وانا كنخرج نقضي شي غرض هكا، وما كان حتى شك في بالي. الثقة كانت زايدة بزاف. واحد المرة رجعت من الخدمة بكري شوية، ما علمت حتى واحد. بغيت ندخل للدار لقيت الباب مسدود. سمعت كاين واحد الصوت ديال الضحك، وقفت شوية. سمعت الضحك ديال مراتي هاجر، وكنسمع الصوت ديال يونس. ما شكيتش في ديك الساعة. دفعت الباب، دخلت لقيتهم جالسين في الكوزينة كيشربوا في القهوة، ولكن فاش شافوني سكتوا فجأة. ما عطيتهاش قيمة، ولكن الحاجة اللي بقات في بالي هي داك السكوت. كان مفاجئ بزاف. دازت الايام وبدا شي احساس غريب كيكبر فيا، ماشي شك ولكن راحة ناقصة. وليت كنلاحظ حوايج صغار. هاجر ولات كتلبس مزيان حتى في الدار، يونس ولا كيجي بزاف كتر من قبل. والمشكل ماشي في هادشي، المشكل في النظرات. مرة شفتهم ما شافونيش، وكانوا كيشوفوا في بعضياتهم بواحد الطريقة ماشي ديال الصحاب. حسيت بشي حاجة كتغلي في صدري، ولكن عقلي قال لي راه غير التخيلات، ما يمكنش يونس يديرها، وهاجر كتعرفها مزيان. بغيت نكذب داك الإحساس، ولكن كيف كيقولوا ناس زمان، الحقيقة ما كتخبيش راسها بزاف. في واحد النهار كنت في الخدمة، توصلت بواحد الميساج من واحد الرقم ما مسجلش عندي. الميساج كان قصير: أنا نقرأ عليكم، رد بالك من دارك. ما فهمت والو. ديك الليلة رجعت للدار وانا مشوش. لقيت هاجر عادية كتهدر كتضحك عادي، ولكن انا ما بقيتش كنشوفها بنفس العين الصراحة. بديت كنقلب في التليفون ديالها، هذه اول مرة في حياتي. ما لقيت حتى حاجة، كل شيء عادي. قلت مع راسي راه انت اللي موسوس الصاد، ولكن داك الميساج اللي جاني ما خرجش من راسي. قررت ندير واحد الحاجة. واحد النهار قلت ليها غادي نمشي في مهمة للخدمة شي يومين تقريبا، غادي نطول. ولكن في الحقيقة ما مشيتش، بقيت قريب للدار كنراقب. النهار الاول داز عادي، ما وقع والو، ولكن في النهار الثاني شفت شي حاجة ما عمرني ننساها. يونس جا للدار، دخل للدار، وقلبي بدا كيخبط يا صاحبي. قلت يمكن غير زيارة عادية. دازت ساعة، جوج، ثلاثة، والو ما خرجش. وقتها ما بقيتش قادر نصبر. طلعت للدار بشوية، وقفت قدام الباب وكان مفتوح شوية، وسمعت واحد الصوت ماشي ديال الهضرة، صوت خلى دمي يجمد. فتحت الباب وقلبي كان كيضرب بحالة غادي يخرج من صدري.
وشفت يونس وهاجر ما كانوش غير قراب بعضياتهم، كانوا في واحد الوضعية ما كيبقاش فيها حتى شك. ما قدرتش نهضر، ما قدرتش نتحرك. يونس شافني، عينيه جات في عيني ولكن ما تحركش. هاجر حتى هي شافتني وبدات كتلبس في حوايجها وكتقول شوف حمزة، اسمعني، راه ماشي داك الشيء اللي جا في بالك. ولكن انا ما سمعت حتى كلمه، سديت الباب وخرجت. ما درتش حتى مشكل، ما ضربت حتى واحد، غير خرجت بدلت ساعه. حيت في ديك اللحظه ماشي الغضب اللي كان غالب عليا، كانت الصدمه. خصوصا الخيانه ما جاتش غير من مرة، جات من راجل كنت كنعتبره خويا وكثر من خويا. دازت ديك الليله كامله وانا في طوموبيلتي كنفكر، كنربط، كنراجع كل لحظه دازت بيناتنا، كل ضحكه، كل نظره قلت فيها يونس ما يمكنش يديرها. ولكن كنت غالط. في واحد اللحظه تبدل كل شيء. بقيت كنفكر بحال الضحيه، بديت كنفكر بحال واحد غادي يرجع حقه، ولكن بطريقه ما يتوقعها حتى واحد. رجعت للدار في الصباح، لقيت هاجر قربات مني وقالت لي اسمعني، راه ماشي كيف ما شفتي. درت ليها واحد الضحكه وقلت ليها ماشي كيف ما شفت، يعني كاين تفسير حسن من هادشي. سكتات شويه، صونا ليا يونس، بدا يحاول يقنعني باللي كان غير سوء فهم وغلط وقع. قلت ليه ما تزيد حتى كلمه، كنت كنعتبرك خويا، اخويا يونس، هكا كنت مسمي نمرتو في التيلي عندي. ما جاوبش، بقى ساكت. ومن تما يونس اكتشفتو باللي شحال كان ضعيف يا صاحبي، وشحال انا كنت غالط فيه، ولكن ما درت حتى ردة فعل. وهنا بدات الخطة. قلت ليهم سمحوا لي، انا محتاج وقت نفكر فيه. وقلت لهاجر غير ارتاحي، ما غاديش نزربوا على الطلاق، نبقاو عايشين عادي حتى نفهموا هذا الوضع ونشوفوا واش غير سوء فهم ولا. تفاجئوا، خصوصا يونس، حيت هو كان متوقع ندير فيه شي مصيبة ولا نضربه ولكن انا بغيت حاجة اخرى. بديت كنعيش معاهم عادي، كنضحك، كنخرج معاهم، لعب الدور، وكنخلي يونس يجي للدار. ولكن في الحقيقة كنت كنراقب كل تفصيلة، كل ديتاي. عرفت انهم بقاو كيتلاقاو، ان الخيانة ما وقفاتش. وهنا تأكدت ما كانش غلطة، هذه كانت علاقة. ومن تما بديت المرحلة الثانية. بديت نقرب من واحد البنت كانت صاحبة هاجر، سميتها سارة، كانت قريبة منها بزاف. تقربت ليها بطريقة ذكية، ماشي بطريقة مباشرة. المهم حتى ولات كتثيق فيا مزيان. في واحد النهار عطاتني واحد الخبر اللي غادي يقلب الطاولة كاملة يا صاحبي. قالت لي راه ماشي هادشي عاد، راه العلاقة ديالهم قديمة حتى قبل ما تزوجوا. هنا حسيت الارض تهزات من تحت رجلي. يعني انا ما كنتش راجلها الوحيد، كانت واخدة جوج من الاول. انا كنت مخدوع من النهار الاول اللي تلاقينا فيه. واو على احساس جا في ديك اللحظة صعيب تتخيله. ولكن هادشي ما ضعفنيش، عطاني قوة اكتر. حيت دابا عندي كل شيء باش ندمرهم بجوج. ولكن ما بغيتش نتهور، بغيت ضربة واحدة وتكون قاضية. بديت نجمع الأدلة، التصاور، التسجيلات، حتى الميساجات، وخليتهم يحسوا بالأمان، حتى نساو باللي أنا واش داري هاد الفيلم ولا. حتى جا واحد النهار، نهار عيد ميلاد يونس، وهو قرر يدير حفلة صغيرة وعرضني أنا وهاجر. ضحكت بيني وبين راسي، قلت اش هاد القمة ديال النفاق والقمة ديال الغدر والخيانة توصلت لهاد الدرجة. قلت مع راسي جا الوقت. مشيت للحفلة، كانوا صحابو كاملين، ضحك، الموسيقى، كل شي عادي. واحد اللحظة طلبت منهم يسكتوا شوية. قلت ليهم بغيت نقول واحد الكلمة في حق صاحبي وخويا يونس. بداو كيصفقوا. شديت التلفازة وربطت بها واحد اليو اس بي وانا نقول ليهم
خديت داك اليو اس بي برونشيتو في التلفازة وانا نقول لهم هاد الصاحب ديالي علمني بزاف ديال الحوايج. شغلت داك الفيديو، كان الصمت ومن بعد تبدلات الوجوه. الفيديو كان فيه كلشي، هو وهاجر، التصاور، الصوت، كلشي واضح، كلشي تصدم حتى واحد ما بقى كيهضر. يونس وقف وحاول يقرب، كنشوف فيه الصدمة اللي شاف فيا نهار دخلت عليه لداري. قالت ليه بقى في بلاصتك راه مازال ما ساليت، وشفت في عيونه أول مرة الخوف الحقيقي. درت نظرة على المرأة العفيفة الوافية مدام هاجر، كانت كتبكي ولكن ما بقى عندها حتى قيمة في عيوني. وقفت قدامهم بصوت مرتفع: الخيانة ماشي غلطة، الخيانة اختيار، وانا اليوم خليتكم تختاروا قدام الناس كاملين وانا نسكت. خرجت وخليتهم غارقين في ذاك الصمت. ولكن هنا ما سالاتش القصة، حيت من بعد توصلت بواحد الميساج من رقم غريب مكتوب فيه: كنت عارف كلشي وخليتك تكمل. جا وراه ميساج تاني: دابا الدور ديالك. حاولت نعيط لهذا الرقم لكن لقيته مسدود. هذا الرقم زاد رول لي الدماغ ديالي. شكيت وحسيت باللي شي حد كيتبعني، شي حد كان كيتفرج في القصة كاملة وجاري الفيلم كامل. وربما يكون تا هو عنده حساب معايا. وليت حاير، ما عرفتش واش انا اللي انتقمت ولا غير دخلت في حرب جديدة ما عندها نهاية. من بعد مدة غادي نعرف باللي داك اللي كان كيتفرج فيا خرج للضوء. من داك النهار ديال الحفلة حياتي ما بقاتش كيف كانت. كنت كنظن بلي انتقمت، ولكن في الحقيقة كنت غير فتحت واحد الباب ما خصوش يتحل. داك الميساج اللي كان وصلني ديال كنت عارف كل شي وخليتك تكمل، هاد الجملة ما خرجات من راسي. بديت كنرجع كل لحظة دازت، كنسول راسي شكون هو هاد بنادم اللي كيعرفنا حنا بثلاثة وكيعرف قصتنا، وعلاش تابعني. في الاول قلت يمكن شي واحد من صحاب يونس ولا شي حد حضر الحفلة، ولكن بان لي هاد الشخص كان عارف تفاصيل ما يعرفهم حتى واحد. في واحد الليلة وانا راجع للدار حسيت بشي واحد ورايا. دورت راسي ما بان لي حد، وقفت تلفت والو غير الشارع خاوي والضواء والزناقي مشعشعين في الارض. حسيت بشي حد كيتفرج فيا من بعيد. وصلت للدار حليت الباب وبانت لي واحد الحاجة غريبة: التلفازة شاعلة وانا متأكد طفيتها قبل ما نخرج. شوية سمعت واحد الصوت في التلفازة، قربت شوية للتلفازة بان لي واحد الفيديو كيتعرض: فضيحة يونس وهاجر. حتى انا بحالكم ما فهمت والو. قلبت على التليفون ديالي لقيته مازال في جيبي، يعني شي حد دخل الدار ويقدر يكون مازال هنا. دمي تجمد ولكن ما خرجتش، بقيت واقف كنسمع. شوية سمعت واحد الصوت خفيف من جهة الكوزينة. قربت شوية، فتحت الباب د الكوزينة، والو غير الشرجم محلول. شوية دورت راسي بان لي واحد خينا واقف في الصالون لابس واحد الكابية وكيبان غير نص وجهه. ما عرفتش شكون هو. خديت الكلمة وقلت ليه: شكون انت؟ ضحك وقال لي: انا الشخص اللي خليتك تعيش داك النهار كامل. قلت ليه: شنو بغيتي؟ قرب خطوة وقال لي: بغيتك تعرف الحقيقة كاملة. قلت ليه: اش من حقيقة؟ علاش كتهضر؟ هز راسو وقال لي: انت راك شفتي غير شوية من بزاف في هاد القصة. سكت، جبد لي التليفون ديالو وقال لي: هاك شوف. خدم لي واحد الفيديو، ما كانش ديال يونس وهاجر. واحد الفيديو كنت انا فيه، انا واقف في واحد القهوة كنهضر مع ديك البنت سارة. قلت ليه: علاش كنتي كتبعني؟ اش بغيتي عندي؟ قرب ليا شوية وحيد الكابية وشفت في وجهه وانا نعيش صدمة اخرى ثانية. صاحبي داك خينا صدق خو يونس، وانا اللي كنت عارف عليه باللي راه ميت من سنوات. رجعت اللور قلت ليه: هادشي راه مستحيل. قال لي: انا راه ما متش، غير غبرت. سكت شوية ومن بعد قال لي: يونس هو السبب. وهنا بدات الصورة كتوضح. قال لي باللي يونس كان داير مشاكل كبار وخلى خوه يدخل في مصايب كبار، ومن بعد تخلى عليه وخلاه يغرق في حريرته بوحده. ومن داك النهار وهو كيجمع المعلومات وكيقلب على الفرصة فاش يدمر يونس. قال لي: انت راه كنتي غير طريق باش نعيشو هاد العذاب. ما لقيت ما نقول، انا كنت غير جزء من واحد الخطة. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل هو هاد خينا مازال مكمل المهمة ديالو. شاف فيا وقال لي: ودابا جيت عندك وخصنا نكملو. قلت له: شنو نكملو؟ راه سالات. هز راسو وقال لي: لا ما سالاتش، حيت دابا الدور ديالك انت.
قرب وقال لي: حيت انت وليتي خطر عليا، حيتاش وليتي عارف الفيلم كامل. هو يسكت. تماك حسيت باللي اللعبة خرجات من يدي. كنت كندر راسي انا اللي مسيطر، ولكن في الحقيقة كنت غير واحد في القصة. وقف قدامي كيبان لي عيني ناشفين ما فيهم رحمة. قال لي: اما نكملوا الخطة او نكملوها عليك. عرفت باللي ما بقى عندي حتى اختيار، ولكن انا ما كنتش غادي نبقى ضحية مرة اخرى. سكت وقلت ليه: اعطيني الوقت نفكر. هز راسو وخرج، ولكن قبل ما يمشي قال لي: انا قريب، ما تحاولش تهرب. داك الليل كامل جلست كنحسبها ونفصلها، واش نكمل في هاد اللعبة ولا نحبس كلشي. في الاخير خديت القرار اللي ما كان حتى واحد متوقعه. الغد ليه بعد ليلة التفكير والمطارق تتخبط في راسي، مشيت ديريكت عند البوليس. عطيتهم كلشي، الفيديوهات، التسجيلات، قصة من الى، وما خليت حتى حاجة. في الاول ما صدقوش، ولكن منين شافوا الادلة تحركات الامور دغيا. شدوا يونس، شدوا خوه، حتى المرأة العفيفة تشدات. وهاد الشي كامل سال في المحكمة. انا خرجت بلا حتى تهمة، ولكن ما خرجتش نفس الانسان. خسرت صاحبي، وخسرت مراتي، وخسرت الثقة في بزاف ديال الحوايج، ولكن ربحت حاجة وحدة. ربحت حمزة، ربحت راحتي النفسية، ربحت راحة الضمير، والحمد لله خليت علاقتي زوينة مع الله عز وجل. والعبرة كانت من هاد القصة هي أن الخيانة كتجر معها خيانة أخرى، والانتقام إلا خرج على السيطرة كيردك بحالك بحال داك الإنسان اللي خانك. أكبر ربح ماشي هو تدمر اللي خانك، أكبر ربح هو تخرج من القصة بلا ما تضيع راسك فيها.